المرأة في زمننا هذا بين شريعة الأغبياء وشريعة الأنبياء. أعطيكم أمثلة. واحد، أباحوا لها التمثيل في دور السينما والحضور على خشبات المسارح، وربي سبحانه أسقط عنها الحضور في الجمعة والجماعات حفاظا عليها. اثنين، أباحوا لها الغناء، والله سبحانه مانعها من الأذان والجهر به والتأمين حفاظا عليها. ثلاثة، استغلوا صوتها في شركات الاتصالات وغيرها استقطاب الزبائن، والله سبحانه وتعالى في الصلاة إذا أخطأ الإمام الرجال ايش يقولون؟ سبحان الله. المرأة تكتفي بالتصفيق بس ما تقول شيء حفاظا عليها. أربعة، جعلوها بطلة أولمبياد وماراثونات والله سبحانه وتعالى أسقط عنها الجري بين العلمين في المسعى حفاظا على حيائها. نكتفي بكذا ولا؟ خمسة، طلعوها الرحلات الترفيهية بدون محرم عادي، والله سبحانه وتعالى مسقط عنها ركن من أركان الإسلام اللي هو الحج إذا ما كان في محرم. ستة، طلعوها من بيتها بكامل زينتها متمكجة متبرجة، ربي سبحانه وتعالى يأمرها ما تضرب بالخلخال برجلها عشان ما تدري الناس وش تخفي من زينة. طبعا أنا تكلمت عن المرأة بالذات لأن المرأة في الإسلام مستقصدة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بالنسبة للفئة القليلة الغبية اللي يقولون يا أخي خلي الدين الهلا، منهم هلا؟ أخو منهم مسيح منهم هلا؟ يعني لازم لحية إلى هنا وكل لابس بشت؟ لا يا أخوي، لا كلنا الرسول